فيلمنا بيبدأ بأب بياخد ابنه وبيروح يسكنوا في جزيرة، وبتكون بعيدة عن المدينة عشان زوجته وابنه التاني ماتوا، فكان عاوز يبعد عن الناس. وابنه اسمه كينجلي وكان بيخليه يدرس في البيت. وكينجلي كان كل يوم بيروح مع والده يصطادوا وبياخدوا السمك ويبيعوه في المدينة، وبيتفرج على الطيور وهي عايشة في الجزيرة بحرية. وفي يوم والده كان رايح يبيع السمك وبيشوف الصيادين وهم جايين يصطادوا الطيور. ولما بيرجع الجزيرة بيعرف ابنه إن في صيادين جايين على الجزيرة عشان يصطادوا الطيور، وكينجلي ما بيهتمش بحاجة زي ديت. وبعدها بيكون بيتمشى في الجزيرة وبيقابل واحد من السكان الأصليين للجزيرة واسمه فينجري، وبيتعرف عليه. وبعدها بيسمعوا صوت ضرب نار، وبيكون الصيادين وصلوا الجزيرة وبيقتلوا في الطيور. وكينجلي بيلاقي 3 بجعات صغيرين، وفينجري بيقول له هما كده كده هيموتوا، مش هنقدر نعمل لهم حاجة. بس كينجلي بيقول له أنا هاخدهم واعتني بيهم. وبعدها كينجلي بياخدهم بيروحهم البيت، بس ما بيكونش عارف يأكلهم ايه. وفينجري بيقول له لازم نقطع لهم السمك قطع صغيرة عشان يقدروا ياكلوا. وكينجلي بيفكر في فكرة وبيشغلوا محرك المراكب على السمك وبيقطعوه قطع صغيرة جدا، وبيبتدي يهتم بال3 بجعات وبيأكلهم. وبعدها والده بيوصل وبيشوف الطيور، وكينجلي بيعرفه ان الصيادين قتلوا امهم وهو هيعتني بيهم. وفينجري بيتعرف على توم وبيعرفه ان هو ساعد ابنه بس يجيب الطيور لهنا، وإن هو من السكان الأصليين للجزيرة. وكينجلي كان كل يوم بيأكل الطيور، وبعدها والده اخترع له آلة يقدر يقطع بيها السمك، وكل يوم الطيور بتكبر عن اليوم اللي قبله. وكينجلي كان مهتم بيهم جدا، وكانوا بيصحوا من النوم عشان يأكلهم، وسماهم براود وبوندر وبيرسيفال. وكان كل يوم والده بيروح يصطاد وبيديله جزء من السمك عشان يأكله للبجع، وهو كان بيحبهم جدا، والطيور اتعلقت بيه لحد لما البجع كبر وبقى اللي والده بيصطادوا كله بقى هما اللي ياكلوه. وكينجلي كان بيروح يلعب معاهم على الشاطئ كورة وبيفضلوا يلعبوا مع بعض، وكانوا كل يوم بيصحوا توم عشان يروح يصطاد لهم. حتى لو دخل الحمام كانوا بيفتحوا عليه باب الحمام عشان يروح يصطاد لهم، وبقى ياخدوهم معاهم المدينة عشان يشتروا لهم سمك، لأن توم ما بقاش يقدر يجيب لهم سمك كفاية ليهم. وبعدها بيروح يكلم كينجلي وبيعرفوا إن هما لازم يرجعوا للطبيعة ولازم يعيشوا بحرية، وإن أعمارهم بتكون 30 و40 سنة. هيفضلوا عايشين معاك إزاي؟ لازم يرجعوا للطبيعة. وكينجلي بيقتنع بكلامه وبيروح يعلمهم الصيد، وفعلا بيبتدوا يصطادوا لحد لما بيتعلموا وبيقدروا أخيرا يصطادوا الأكل بتاعهم. وبعدها هو وفينجري بيعلموهم الطيران، وبيفضل يجروا قدامهم وهم بيجروا وراه بيرفعوا جناحاتهم. وبوندر وبراوند بيقدروا يطيروا، بس بيرسيفال ما بيقدرش يطير. وتاني يوم كينجلي بيروح يقعد معاه وبيبدأ يحمسه لغاية اما يطير، وفعلا أخيرا ال3 بيقدروا يطيروا. وتوم بياخدهم في المركب بتاعه وبعدها بيسيبهم ينطلقوا في المية، بس بيرسيفال بيكون متعلق بكينجلي قوي وما بيكونش عاوز يسيبه، وبعدها بيودعه وبيمشي وبيسيبه. وكينجلي بيكون زعلان جدا وبيحس بعدها ان هو بقى عايش في وحدة. وتاني يوم كينجلي بيكون داخل الحمام، بس بيرسيفال بيرجع له تاني، وكينجلي بيبص لوالده ووالده بيقول له انا هقدر اكل طائر واحد، وبيخلي بيرسيفال معاه. وفعلا بيفضلوا عايشين مع بعض فترة طويلة وبيلعبوا مع بعض كل يوم وبيكونوا سعداء جدا مع بعض. بس الصيادين بيرجعوا عشان موسم الصيد وبيرجعوا يقتلوا الطيور من تاني، وبيرسيفال بيسمع صوت ضرب النار وبيروح عشان ينقذ باقي الطيور من الصيادين. وكينجلي بيجري وراه وبيلحقوا قبل ما الصيادين تقتله. وبتكون في عاصفة قوية جاية، وتوم بيكون في البحر بيصطاد، وأول ما بيحس بالعاصفة بيكون راجع بسرعة للشاطئ، بس المركب بتاعه بيعطل ومبيكونش عارف يعمل ايه. وبعدها الأمواج بتقلب المركب بتاعه وبيكون خلاص هيموت. وكينجلي بيفكر بسرعة وبيدي بيرسيفال قبعة مربوط فيها خيط وبيقول له يطير بيها بأقصى سرعة لوالده. وفعلا بيرسيفال بياخد القبعة وبيجري بيها بأقصى سرعة، وبيربطوا في آخر الخيط حبل عشان يقدروا يشدوا توم ويطلعوه، بس القبعة بتقع من بيرسيفال وبعدها بيجري بسرعة جدا ويلحقها، وبيوصل عند توم وبيحدفها له. وتوم بيفضل يشد الخيط لحد لما بيوصل للحبل، وبعدها بيمسك فيه وبيبتدوا يشدوه ويطلعوه للشاطئ، وبيرسيفال بيقدر ينقذ والد كينجلي. وبعدها الصحفيين بيعرفوا اللي بيرسيفال عمله وبيجوا من كل مكان عشان يصوروه، وبيعتبر بيرسيفال بطل في استراليا كلها. بس الصيادين بيكونوا متضايقين من اللي بيرسيفال عمله لانهم بكده ممكن ما يقدروش يصطادوا في المنطقة ديت تاني. واهل المدينة بيجمعوا فلوس
عشان كينجلي عشان يقدر يكمل تعليمه ويقدر يدخل المدرسة. وفعلا توم بياخد الفلوس ديت. وتاني يوم توم حاول يقنع كينجلي انه لازم يروح المدرسة ويتعلم، وانه مش هيقضي طول حياته في الجزيرة ديت، لازم يخرج من الجزيرة ويروح عشان يتعلم ويقدر يعيش حياة افضل. بس كينجلي بيكون زعلان جدا لانه لازم يسيب بيرسيفال في الجزيرة، وبيكون زعلان جدا وبيبكي. وبيجي يوم سفر كينجلي، والده بيقوله روح جرب شهر واحد بس، ووالده بيكون محضر له الشنطة عشان يسافر. وبيجوا الصيادين عشان يصطادوا الطيور، وبيرسيفال بيسمع ضرب النار وبيجري عليهم، وكينجلي بيشوفه وبيجري وراه. وبعدها بيرسيفال بيفضل يهاجم الصيادين عشان ما يصطادوش الطيور. بس للأسف كينجلي بيوصل متأخر وبيضربوا على بيرسيفال النار، ومفيش قانون يجرم اللي هم عملوه دوت. وبعدها كينجلي بيروح ياخد بيرسيفال وبيحاول يعالجه، بس للأسف ما بيقدرش يعالجه، وبيكون زعلان عليه جدا لأنه ما أذاش أي حد. وتاني يوم بيرسيفال بيموت وبيروح يدفنوه. وبتعدي أيام قليلة وكينجلي بيروح عشان يدرس في المدينة. وبعدها كينجلي بيكبر وبيكون جايب حفيدته للجزيرة ديت، وبيكونوا عاملين تمثال لبيرسيفال في الجزيرة، وإن الحكومة بعد موت بيرسيفال خلت الجزيرة كلها محمية طبيعية، ومبقاش في صيادين بيجوا على الجزيرة، والطيور كلها بقت تعيش في سلام في الجزيرة. وبيخلص فيلمنا على كده. لو عجبك الفيلم انزل اشترك في القناة ولايك عشان يدعمنا استمر. سلام.